السلام عليكم المشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، صحه جيده بحول الله. يلقاكم هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير. ما تنساوناش عافاكم بواحد البصيمه، لايك وبارطاجيو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم، واحد الكومونتير اللي كيكون مشجع هكا باش نواصلوا الفيديوهات ديالنا. كما شفتوا معنا في من خلال المينياتور نتاع الفيديو ومن خلال العنوان نتاع الفيديو، انا كنعلن التضامن ديالي مع سعاد جوهره مغربيه. كلنا الام، الله يرحم جميع الامهات في القبور ديالهم، والله يطول العمر للميمات اللي في قيد الحياه، وراها الام بركه. وغادي ندعي مع الاخت سعاد، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرج اختنا سعاد الام المظلومه من بين ايديهم سالمه غانمه يا رب العالمين. راه مهما الاغلاط اللي دارت سعاد، ولكن سعاد كتبقى بهذا التصرف اللي دارتو الابنه ديالها. صراحه راها كتنشر لنا العقوق الوالدين، وهذا الشيء راه كيضر في القلب وكيضر في الخاطر. واخا امك تكون ضرب بالحجر، واخا امك دير لك اللي دير لك وطوعك نفسك ويعطيك خاطرك، تنعسي وتاكلي وتخرجي وتشربي وتضحكي وتساراي، ما بقاوش فيك خوتك اللي باقيه اللي بقاو بوحديتهم، ما بقاتش فيك الاخت ديالك. الوالدين تاع ماما راهم درك الكبده ديالهم شطه من جهه الابنه ديالهم، حتى هما راهم مشطين من جهه من جهه مامات اللي هي بنتهم. صراحه لو كان ما خليتيش بحال هاد النهار يوصل، والله بنتي يسرا، لو كان ما خليتيش هاد النهار يوصل الصراحه كتوصلوا للمتابعين والمشاهدين بزاف الامور الخايبه والطاقه السلبيه من جهه نتاع تصيلتكم، يعني كاع نجمعكم صراحه. ولكن توصلوا لهاد الدرجه، هادشي راه بزاف. راني ما عمري صراحه ما عمرك ما غادي تفريه في حياتك، يعني انك توصلي للام ديالك توقفي معاها في المحاكم وتحاكميها. يعني وصلنا لزمان باش تجرجر البنت الام ديالها في المحاكم، عكس ان الوالدين خاصنا كيف كنقولوا نصيفطوهم الحج، خاصنا نصيفطوهم يتسارا، وخاصنا كيف قلت نصيفطوهم العمره يغسلوا ذنوبهم. ولكن باش ان نصيفطوهم الولايات والكوميساريات والمحاكم ونوقفوا معهم في المحاكم باش نحاكموهم، باش نعذبوهم، هادشي حق الله الا حشومه. راه حشومه نسمعوا البنت تدخل الام ديالها الولايه وتقول هاد النهار كنت كنتمناه امتى يجي. راه عيب عليك يا بنتي، عيب عليك. راه حتى انتي ان شاء الله تكبري وهانتي تزوجتي وحملتي، ونتمنى تحسي بهادشي اللي نتمنى تحسي غير بشويه اللي راكي درتيه للام ديالك. بغيت غير نفهم ونعرف ونحس بهذا الاحساس ديالك، كيفاش الناس المنتقدين المتفرجين المتتبعين ديالك راهي كيوجهوا لك اللومه. الاغلبيه ديالهم كيوجهوا لك اللومه. راه واخا كانوا نهار الاول كانوا زايدين معاك، يعني كانت الام ديالك كانت دارت اغلاط، ولكن راهم يقولوا لك عيب في هذه اللحظه، راهم كيقولوا لك عيب. راه حتى الاشياء راه نمشيو حتى نمشيو نشوفوا حتى نشوفوا، راه من تجي الام، من تجي الحاجه اللي كتمس الام راها كتمسنا كاملين. ونتمنى ان شاء الله تراجعي نفسك، حيت هادشي راكي غاديه فيه بالخسرانه بنتي. راه ما يدوم لك حتى شي حد. شوفي الناس اللي دايرين بيك ما غاديش يدوموا لك.
راه يدوموا لك الوالدين ديالك، والدوام لله سبحانه وتعالى. هي صراحه رحنا تعاطفنا معاك في الاول، تعاطفنا معاك، ما بغيناش عليك، ما بغيناش الاسرار ديالك تخرج، ما بغيناش هادشي اللي صرالك في حياتك، يعني المشاكل اللي دزتي منها في صغرك تخرج للعالم، تخرج لليوتيوب. ولكن ملي خارجه فرحانه تدعي في الام ديالك وتقولي غادي ناخذ حقي، لا 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 لا، هاد الشيء راه ما كيشرفش البلاد ديالنا، ما كيشرفش البنت المغربيه، ما كتشرفش الام المغربيه، راه ما كيشرفش اليوتيوب المغربي. حيت المغرب اليوتيوب المغرب ديالنا، اليوتيوب المغربي راه سبحان الله. واش غير حنا اللي عندنا اليوتيوب؟ راه العالم كامل راه عنده اليوتيوب وما دايرش بحال هاد الشهاد ديال اللي راه كاينه. راه شويه واش الفلوس يعني لهاد الدرجه كتطغي بنادم؟ لهاد الدرجه؟ واش حتى الوالدين راه بزاف. نوقف مع ميمتي في المحكمه، نوقف مع ميمتي في المحكمه، انا نتمنى نموت وما نعيش هذا الموقف. يا ربي تلطف بينا، يا ربي تلطف بينا، والله يهديك يا بنتي، الله يهديك. ونتمنى ان شاء الله الامور ترجع، نتمنى ونتمنى ونتمنى. سعاد كانت كتجري لها الكرامه ديالك، ولكن انتي انك تدخلي الام ديالك الولايه، يعني راكي ضربتيها بصفعتين. انا كتدخلي الام ديالك هي تقلب لك على الكرامه ديالك، وانتي تحطي لها الكرامه ديالها في الارض. بزاف هادشي راه بزاف، يعني ما قلتي لاختي، ما قلتي جارتي، ما قلتي صاحبتي، والام. وراه العرش راه كيتهز، عرش الرحمن راه كيتهز للوالدين. نتمنى يا رب العالمين تهدي النفوس وترطبها القلوب، وترطب البنت قلبها على الام ديالها. سيدي حنا كما نقولوا، حنا ما بغيناش الصلح دابا، حنا بغينا غير تراجعوا نفسكم شويه. ونتمنى ان شاء الله الخير. الاخت سعاد ربي يبشرنا، وان شاء الله تخرج، والله يبشرنا بشر الخير.